لو عايزة تعملي سلطة طحينة كده في البيت وبكمية كبيرة جدا سواء عندك عزومة أو غيرها، وكمان هنعملها بمعلقتين بس من الطحينة الخام، هتعملي كمية كبيرة وطعمها حلو جدا وقوامها تقيل زي ما انت شفتي، وبطريقة حلوة وفكرة عبقرية. تعالي بسرعة شوفي معايا هنزود الكمية ازاي. اول حاجه بعد ما سميت الله هجيب كده 3 ترغيفه من العيش الفينو او اي كميه موجوده عندك، بس الكميه دي هنعمل عليها معلقتين بس من الطحينه. لو عايزه بقى تزودي الكميه زي ما انت عايزه هنزود كل حاجه. وطبعا العيش الفينو ما اكتره بقى اليومين دول متبقي بقى عندك او عيش طازه زي ما انت عايزه. زي ما انتوا شفتوا كده نقعتهم بنص كوبايه من الميه المغليه او اكتر حسب كميه العيش او حسب ما يبوش معايا وحجمه يتضاعف كده بالشكل ده. وطبعا في الوقت ده هقدر اشيل الوش بكل سهوله علشان طبعا ما يغيرليش لون الطحينه. نقدر نستخدم عيش كايزر او عيش شامي، اي عيش موجود عندك استخدميه، بس ضروري جدا جدا يكون عيش لونه فاتح مش غامق علشان لون الطحينة ما يغمقش معاكي. زي ما انتوا شايفين بشيل كده القشرة او الوش ده كله كده عشان طبعا ده اللي بيغمق لي لون الطحينة وكمان بيديلها قوام مش ناعم. بعد ما حطيت المية السخنة سبتها حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة لغاية ما بقى معايا العيش بالشكل ده عشان تقدري تسهلي على نفسك المهمة دي. بعد كده شايفين اهو بقى كده معايا خلاص زي الفل. هحطه بقى كده في بولة بالمية اللي شاربها بكل حاجة، مش هصفيه من أي حاجة خالص. وهنزل بقى عليهم بكمون حوالي كده معلقة صغيرة، وبابريكا معلقة صغيرة، وبرده معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقتين كده حلوين من الخل، وطبعا عصير ليمونه كده حلوه من غير البذر هنعصرها كويس جدا. يعني كاننا بنعمل سلطه طحينه عادي خالص. هنضيف كل الحاجات اللي احنا بنضيفها عليها. كمان نزلت عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، وضروري الثوم يكون معانا مفروم ما يكونش معانا سليم زي ما هو. عندي بقى اهو بالمعلقه الكبيره معلقتين بس من الطحينه. معلقتين يا جماعه هنعمل كميه كبيره جدا من سلطه الطحينه زي ما انتوا شفتوا كده معايا. طبعا انتوا عارفين الطحينة دلوقتي غالية جدا جدا بره، فبنحاول على قد ما نقدر نزود الكمية وفي نفس الوقت طعمها ما يتأثرش. وبالهاند بلندر بقى او في الخلاط هنبدأ بقى نطحنهم كويس جدا او نضربهم كويس قوي. مش هضيف لها مية خالص دلوقتي، هعتمد بس على المية اللي موجودة في العيش بتاعي اللي شربته في الاول. وطبعا تقدري تحطي كل المقادير دي كده من الاول في الخلاط وتضربيهم حلو قوي لغاية ما توصلي للقوام الناعم اللي هنوصل له دلوقتي. شايفين اهو معايا. طبعا حاطين طحينة وحاطين ليمون وحاطين خل، كل دي بقى سوائل فمش عايزين نحط اي حاجة تاني دلوقتي. شايفين اهو ضربتها كويس قوي. وطبعا لونها مش صافي قوي هنا كده مش ابيض قوي علشان كنت حاطه لها معلقه صغيره من بابريكا. طبعا تقدري تستغني عنها او تقلليها وتحطي بدلها كده رشه صغيره من الشطه لو انت بتحبي السبايسي. شايفه بقى قوامها عامل ازاي؟ طبعا لما تقعد شويه معاكي او تقعد في التلاجة قوامها بيتقل عن كده اكتر. عايزه اقول لك قد ايه طعمها حلو جدا ومظبوطه بجد. كل اللي هيدوقها مش هيحس خالص ان فيها عيش فينو، لان طبعا العيش الفينو مش بيديلها اي تيست خالص في الطعم. مش هقول لك كمان زي اللي بتتقدم في المطاعم، علشان بتاعه المطاعم بتكون عباره عن عيش مضروب كده مع شويه توابل، بتديلك طعم الطحينه كده من بعيد. بجد جميله قوي واقتصاديه وهتوفر معاكي جدا في الايام دي.